الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 46 جنيه و97 قرش في البنك المركزي المصري. مرحبا بكم. لو بتتابعوا سعر الدولار في مصر بتدوروا على آخر تحديث لحظة بلحظة، فأنت في المكان الصحيح. يلا بينا نتكلم عن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. الدولار مكمل تراجعه قدام الجنيه في عدد كبير من البنوك المصرية، بس يا ترى هل الانخفاض ده هيستمر ولا مجرد هدوء مؤقت؟ يلا بينا نتناول الأسعار. في البنك المركزي المصري الدولار سجل 46 جنيه و97 قرش للشراء، 47 جنيه و10 قروش للبيع. أما في البنك CIB فسجل الدولار 46 جنيه و92 قرش للشراء، 47 جنيه و2 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 46 جنيه و94 قرش للشراء، 47 جنيه و4 قروش للبيع. في بنك مصر وبنك الإسكندرية السعر كالواحد وصل ل46 جنيه و95 قرش للشراء، 47 جنيه و5 قروش للبيع. وبكده نكون وصلنا لنهاية تحديث سعر الدولار النهاردة. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار والعملات أول بأول ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.